السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بأحسن حال، وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في قناة عالم أجمل مع وفاء. واليوم جيت نتكلم لكم على هذا الفانيد. قبل ما كنبدا كنقول لكم بلي أنا ماشي طبيبة، ماشي صيدلية، ماشي فرملي، وإنما كنتكلم لكم بناء عن تجربة، وجيت نشارك معكم هذا الدواء ونقر معكم النشرة. يمكن هذا الفيديو ينفع بزاف ديال الناس. نبداو على بركة الله. بالنسبة لهذا الدواء ديكسلانيت، المادة الفعالة اللي فيه هي ديكسلانوسوبرازول. وهاد المادة هذه غير من الاسم ديالها كتشبه الأوميبرازول. وهاد المواد كلشي هادو كيستهدفوا حموضة المعدة. هاد المادة هذه كتعتبر مثبط لمضخة البروتون اللي كتقلل من مضخة البروتون من كمية الحمض الذي تفرزه المعدة. يستخدم هذا الدواء لدى البالغين والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عام فما فوق بالنسبة للحالات التالية: في حالة علاج التهاب الارتجاع المريئي التقرحي، قناة الطعام، والحفاظ على التهاب الارتجاع المريئي التقرحي الذي تم علاجه والحفاظ على تجفيف حرقة المعدة. وأيضا لحالة العلاج القصير الأمد لحرقة المعدة والحمض القلسي المرتبط بمرض الارتجاع المعدي المريئي غير التقرحي المصحوب بأعراض من خلال تقليل كمية حمض المعدة. يعني الهدف ديال هذه المادة هذه هو تقليل حموضة المعدة. رجعوا للفيديوهات ديالي لتحت في القناة، كنت تكلمت لكم على تقريبا اكثر من 3 ديال الانواع ديال الادويه اخرى كلها كتستهدف حموضة المعدة. كاين اكسور، وكاين اينوكسيوم ولا انكوسيوم، وكاين حتى واحد دواء اخر نسيت سميتو اللي كتستعمل في الفتره ديال الحمل. يعني كنكونوا عارفين المعده راه نقدروا نعتبروها مرض مزمن إنما طحتيش على التشخيص المناسب وما لقيتيش الدواء المناسب عند اختصاصي، يعني بواحد التشخيص اللي خاصو يكون دقيق جدا، للاسف كتولي المعده بحال شي مرض مزمن، كتولي غير كتهدئي فيها وصافي. ديري ليها الريجيم ديالها، ادويه ديال الحموضه، وبنادم ما يتعصبش ويبدل في روتين الحياه فقط. يعني للاسف العلاج ديالها ماشي سهل، خاص يعني اختصاصي، خاص واحد البروتوكول اللي هو صعيب شويه. وفاش كيوقع حمل، يعني كم عارفين فترة الوحم ديجا السيدة إلا ما كانتش مرضى بالمعدة كتنوض عليها، فما بالك إلا أصلا كانت عندها. هنا راه السيدة كتكرفس بزاف. هذا خبر سيء للبنات ولا للنساء اللي كيفكروا أنهم يحملوا وعندها المعدة. حاولي أنك تداوي راسك قبل ما تدخلي في هذه المرحلة، غدوز عليك أيام سودة بزاف. يعني كاين تكرفيس، الله يسمحنا من حق الوالدين، كاين تكرفيس في هذه المرحلة هذه. وراه كنت شرط لكم واحد الدواء كنت استعملته في هذه المرحله هذه، وخا صراحه ما كانش عنده مفعول واضح، لان المشكل كاين اصلا، المعده كاينه اصلا وكيخصها تعالج. نكملوا المعلومات اللي بالنسبة لاحتياطات الاستعمال، مكتوب أنه لابد من أخذ الاحتياطات واستشارة طبية في حالة ما إذا كنت تعاني من حساسية ضد هذه المادة أو مادة أخرى مشابهة، ولأن كنت كتناول أدوية أخرى حتى هي ذات نفس الفعالية اللي هي الحد من حموضة المعدة، وفي حالة الإصابة بمرض حاد في الكبد، وحتى في حالة ما إذا كانت عندك مشاكل في المعدة. يعني هنا ضروري من استشارة طبية. ومذكور أيضا حتى في حالة إذا كان المريض كيعاني من حالات نقص في فيتامين بي 12. وفي حالة العلاج طويل الأمد هنا ضروري من متابعة الطبيب، حيث يحتاج أنه يغير الجرعات. وبالنسبة للاحتياطات أخرى في الاستعمال، مكتوب هنا أنه بالنسبة للأطفال ممنوع يستعملوه لأقل من 12 سنة. بالنسبة للسيدة الحامل ولا اللي كتفكر في الحمل أو اللي مرضع، هنا كاتبين ضروري من استشارة طبية. وبالنسبة للسياقة واستعمال الآلات، هنا كاتبين بأنه يقدر في الأعراض تكون هناك دوخة. يعني هنا لابد من الانتباه لهذا الأمر بالنسبة للناس اللي عندهم سياقة أو استعمال آلات حادة. وبالنسبة للجرعة وطريقة الاستعمال، هنا عطاو بزاف ديال التفاصيل، ولكن المختصر فيها هو أنه لابد من استشارة الطبيب، ولو بعد غير يعني الطبيب ديال الصيدلية هو اللي كيحدد الجرعة، حيث كتختلف من بين السن من 12 حتى 17 سنة. كتختلف الجرعة ل 17 سنة فما فوق، وحتى الكبار السن. وبالنسبة للأعراض الجانبية، مذكورة هنا مجموعة من الأعراض الجانبية اللي هي شائعة. أولها الإسهال،
آلام البطن وحتى الصداع. بالإضافة للغثيان، عدم ارتياح في البطن، غازات بسبب انتفاخ البطن، الإمساك في بعض الحالات، أو الأورام الحميدة في المعدة. وبالنسبة للمرضى اللي عندهم بعض الآثار لابد من استشارة الطبيب. وكاينين مجموعة من الأعراض الأخرى اللي هي غير شائعة، يعني لا داعي للذكر. وبالنسبة للثمن كيدير 183 درهم، هذا هو الثمن ديالو في الصيدليات. شكرا على التتبع ديالكم، نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله.